في أطفال بيتعلموا الخوف قبل ما يتعلموا يربطوا الجزمة. في أطفال بيعرفوا يعني ايه تهديد قبل ما يعرفوا يعني ايه أمان. خلينا أقول حاجة صعبة جدا. في طفل ممكن يكون بيضحك قدامك دلوقتي وهو جواه بيصرخ، بس محدش سمعه. التحرش بالأطفال مش بس جريمة ضد طفل، دي جريمة ضد روحه وضد ثقته وضد إحساسه بالعالم كله. الطفل في اللحظة دي ما بيفهمش اللي بيحصل، بس بيفهم حاجة واحدة، إن الأمان ممكن يتحول خوف فجأة، وإن الشخص اللي المفروض يحميه ممكن يكون هو مصدر الرعب. وأسوأ إحساس ممكن يحسه طفل إنه مش عارف يهرب ومش عارف يصرخ ومش عارف يتكلم. في كتير من الأطفال ما بيتكلموش، مش علشان مش عايزين، علشان خايفين ما يتصدقوش، خايفين حد يزعل منهم، خايفين يتحاسبوا على حاجة مش فاهمينها، أو ببساطة مش لاقيين كلمات توصف اللي حصل. فبتبدأ الكارثة الحقيقية. الطفل بيعيش وهو شايل سر تقيل على قلب صغير مش مفروض يشيل حاجة أصلا. ما تنسوش تشتركوا في القناة، ولو في حد حصل معاه كده اكتبوا لنا في التعليقات، ولو في حد حابب يبعت مشكلته أو قصته يبعتها وأنا هتكلم عنها من غير أسماء. في طفل فجأة بيخاف من النوم، وطفلة بقت تكره تخرج، وطفل بقى يخاف من اللمس، وطفلة بقت تحس انها غلط بدون سبب، والناس حوالين الطفل تقول ده كبر، ده اتغير، ده مزاجه وحش، ده بقى عصبي. بس محدش بيشوف انه ممكن يكون بيغرق بهدوء. مفيش ألم أصعب من أب وأم يسمعوا أنا كنت عايزة أقول لكم بس خفت. الجملة دي بتعيش معاهم العمر كله. ساعات الأهل بينهاروا، غضب مرعب، كره للشخص اللي أذى طفلهم، إحساس بالعجز، إحساس إنهم فشلوا في أهم دور في حياتهم، حتى لو الحقيقة إن الغلط عمره ما كان غلطهم. الطفل ممكن يكبر، بس الإحساس ما بيكبرش. يكبر وهو مش واثق في حد، خايف من القرب، حاسس إنه مكسور، حاسس إنه أقل، حاسس إنه مش آمن حتى وهو آمن، وأوقات مش فاهم ليه هو كده أصلا. مش كل الضحايا بيصرخوا، في ضحايا بيعيشوا حياتهم كلها مبتسمين، بس جواهم طفل صغير واقف في لحظة خوف قديمة ومش عارف يتحرك منها. رسالة لأي طفل ممكن يسمع الكلام ده: لو في حد ضايقك انت مش السبب. لو حسيت بالخوف احساسك صح. لو حد قالك تسكت لازم تتكلم. انت بتستحق الأمان، تستحق الحماية، وتستحق حد يصدقك. ورسالة للأهل: اسمعوا ولادكم حتى لو ما بيتكلموش. لاحظوا خوفهم، لاحظوا سكوتهم، لاحظوا تغيرهم. الأطفال نادرا بيكذبوا في الخوف. ولو اكتشفتوا ان في طفل قريب منكم كان محتاجك وسكت وخاف يقولك، كنت هتتمنى يقولك ايه؟ اكتبوها في التعليقات، يمكن جملة منكم توصل لطفل محتاج يسمعها دلوقتي. وفي ناس كتير كبروا ومحدش قالهم انا مصدقك، انت مش غلطان، انا كان المفروض احميك. لو كنت انت الطفل اللي محدش سمعه، انا زعلانة ان محدش كان جنبك وقتها. بس اسمعني كويس،
اللي حصل لك ده ما كانش ذنبك، ولا عمرك كنت السبب، ولا كان لازم تستحمل ده لوحدك. ما تنسوش تتابعوا القناة. مع السلامة.